طبعا لو في حد دفع لي فلوس عشان امشي المشيه دي انا عمري ما اعملها غير لما اكون مطمن. البتاع ده فيه هزه، يعني هو بيتهز اصلا حرفيا، الموضوع مرعب جدا. صباح الخير، فيديو جديد. انا مش عارف انا فين جدعان. بص المنظر معايا كده مبدئيا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا. ده المنظر اللي بصحى بيه الصبح كل يوم. المدينه دي اسمها شانجاجي، مش عارف نطق صح ولا غلط، ولكن المدينه دي مشهوره جدا، مدينه الافاتار. يعني شايفين الجبال اللي موجوده هناك دي اللي اتصور فيها فيلم الافاتار. بس تعالى اوريكم الفندق بتاعي قبل ما نبتدي اليوم بتاعنا. اول حاجه ده الفيو بتاعي، الفيو خطير جدا. التكلفه حرفيا ارخص من ليله في السخنه. هنا زي ممكن تقول جاكوزي، ممكن تشغله عادي، انا مش مشغله دلوقتي حاليا. وتعالى اوريكم الاوضه، هي متبهدله شويه عشان جيت امبارح الفجر. ده سرير كبير، بروجيكتور، ركنه، ودي شاشه البروجيكتور، تكييف في كل مكان، سرير تاني، حمام، والحمام اصلا الكترونيك بص لوحده. كل حاجه ممكن تعملها من هنا اهو. مثلا تكنولوجيا. الليله بجد ارخص والله العظيم من ليله في السخنه. وده المكان اللي تغسل فيه وشك، وهنا الشاور. الاوضه رخيصه جدا 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 حرفيا، فلو حد جاي هنا شهر عسل هو هينبسط جدا. دلوقتي في بدايه الفيديو بتاعنا، دي مدينه جديده والنهارده هنستكشفها لمده يومين. في بدايه اليوم ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك، سبسكرايب، والفولو. الاهم من كل ده لو في اي حاجه في المحتوى غلط او مش عاجبكم عادي اكتبوا في الكومنت عادي عشان اعدل منه واخليه احسن واحسن. بصراحه عشان المكان برده بعيد، وصول العربيات هنا مش بسهوله. كنت عمال ادور انا والراجل امبارح على المكان، احنا مش لاقيينه حرفيا. بص هو مستخبي ازاي. انا طلبت دلوقتي دي وبيخليني ادفع قبل ما اتحرك عشان يضمن، لان المكان بعيد جدا، فالراجل ما يجيش كل ده في الاخر انت كنسله. هنعمل دلوقتي اوتفيت تشيك. منظر رهيب يا الله. صباح الشغل والمساء. صباح الشغل. نيهاو يا حاج، نيهاو. اهو راجل جه. نيهاو. I have 4. Yeah 4. How are you? Good. يلا بينا نركب دلوقتي ونروح. Say hi. What's your name? Your name? Nemo. Kiro. Kiro. You? Kilo. Yeah. 龚永军。 Kon Yunjun. 对对对。 Nice to meet you too. I'm from Aiji. 啊 Aiji. 埃 Egypt. Aiji. 埃及。 Yeah. 哦耶。 مصر برضه معلمة في كل حتة. الله يا شعبي كيوت. وصلنا بعد مثلا 45 دقيقة. لف كبير قوي ولف بين جبال. Hello. Speak English? Little? Okay. I wanna ticket. Please show me your passport. Passport? Okay. I will pay cash. Grand Canyon, Route B, Grand Canyon and the Glass Bridge. A or B? Wait a moment. You mean this one? This one? This one? Which better? A or B? A or B? Which one is good? A, Grand Canyon. Okay. B, Grand Canyon and the Glass Bridge. A or B? Which good? Which one 的啥意思？没听懂。 B. B عشان اخد الكوبري فلازم اخد خطة B. How much? 175. B. بوكاتشي. بوكاتشي. اوكي شيتشي. حبيب قلبي. نيهاو. حاليا قبل ما نخش لازم نلبس الشبشب ده عشان احنا هنعدي على الازاز بيلق في رجلي. لو انت بتخاف من المرتفعات وعندك فوبيا فالفيديو ده مش ليك، ما انصحكش. شويه معلومات بقى عن الجسر اللي قدامنا ده قبل ما ننزله، اللي هو شكل مخيف جدا حرفيا. يا لهوي على اللي تحتينا. ده اطول واعلى جسر في العالم، طوله تقريبا 430 متر وارتفاعه حوالي 300 متر على مستوى الارض. يعني الارتفاع اللي انتم شايفينه ده 300 متر. يا جماعه الموضوع فعلا مرعب، لان انا شايف الحاجه بوضوح تحتينا. يعني بصوا كده، ده تحتينا بالظبط. احنا لسه لما نخش جوه هيبقى مرعب اكتر بكتير. الازاز اللي انتوا شايفينه ده معمول من 99 لوح ازاز عشان يستحمل. المفروض الازاز الواحد ذات نفسه بيستحمل حوالي عربيه نقل، عربيه تقيله. بصوا المنظر من هنا عشان بس تعرفوا اللي تحتنا ايه. اللي تحتنا فراغ، ده في ناس بتلعب زيب لاين، ده ناس ايه. احساس انك اصلا تقف عليه احساس مخيف حرفيا. الحاجه محسنه ان هي والله حرفيا ماشيه يعني على سيراميك مش ازاز. بص تحتيكوا عامل ازاي. الخوف اللي عندي هتمشى كده، انا كده ماشي وتحتي المنظر ده. كفايه كده. كفايه والله. الموضوع والله مرعب. بص بيتحسس ازاي. هو برضه مفيش علامات ان هو يتكسر،
مرعبه والله العظيم مرعبه. المنظر من هنا حلو لكن المنظر من هنا مرعب. بص انا هعمل حركه بقى ايه، انا مش هبص تحتيه، انا عايز اعدي والله عايز اعدي. انا كده ماشي، انا مش شايف، انا ماشي وخلاص، مش هبص تحتيه، ولو وقعت خلاص انا كده وقعت، ولكن انا مش هبص تحتيه وهفضل ماشي. كفايه كده. 3 حلوين. 3 حلوين بجد، وهنشوف هنعمل ايه بعدها لان الموضوع صعب جدا. وان احنا بنشوف المكان ده مخيف حرفيا. المكان ده مخيف، ولو انت بتخاف من المرتفعات فتعالى جرب كده زيي وهتكسر الحاجز وهتنكد نفسك تاني يوم. دلوقتي المفروض نطلع على حاجه اسمها بانجي جامبنج. بصوا عامه احنا دلوقتي ماشيين حوالين الجبل ده، حاسس مش بخوف شويه. منظر هنا مرعب، حتى الان انا مستمتع الصراحه. يعني ممكن التكلفه تبقى عاليه جدا ولكن تستحق. يا الله على النطه، انا مع نفسي اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، ولكن هجرب الزيب لاين عايز اشوفها بس. اوف لما طلعت فوق وحرفيا هي مرعبه، منظر مرعب. يا لهوي على المنظر، مرعبه بس تستاهل والله تستاهل. الله اوه يا لهوي يا لهوي، احساس جهنمي. مش حاسس ان انا راكب زيب لاين بس ممتع. اوبا فيري جود. هنا بيسرسوا يشوفوا في بيكسر ولا لا. اكيد ما لحقتش. اوه حلو جدا. متابعه خطوه بخطوه. بصوا تفاصيل ايه. ننزل تحت احسن من نطلع فوق ده حرفيا. ولكن الزيب لاين كانت ممتعه جدا مش مخيفه. انا كنت فاكر ان هي مخيفه جدا لان انا جربتها قبل كده، بس انا جربت الحبل اللي هو مربوط، لكن ده كرسي كانت مريحه جدا ما فيهاش اي مشكله. في هنا حاجه ثانيه اكتيفيتي بتعملها زي انكم بتمشوا على السور والكلام ده كله. دلوقتي احنا المفروض ننزل سلايد، بس في حاجه رخمه جدا، بيعملوا مصلحه في كل حاجه حرفيا. يعني دي مش اول مره، اي تنتوفه بتدفع يا باشا. ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها ستاندرد تيكت، ودي كانت مبلغ. دلوقتي زيب لاين ب 50 ودي ب 50. هناخد البتاع دي عامله زي الشورت. هتقول لي فاهم حاجه؟ هقول لك ولا اي حاجه. اعتقد كده هي كانها زي البنطلون، تربط كده. اوكي طب هيقع كده هيقع ماشي. وهنا رجل والناحيه الثانيه رجل. ذات اوكي باتمان. فاكرين لما عملت لكم فيديو قبل كده قلت لكم جو برو بتنفع في اي حاجه حرفيا؟ انا دلوقتي عملت العدسه واسعه عشان اصور بالوسع. دي سلايد. هي بوظت الكوتش عامه، يعني هي دي بوظت لي الكوتش. كانت عندها حق، بتقول لي ما تستخدمش غير ايدك. يعني تجربه نوعا ما ممتعه. لو قلنا اللي احنا حرفيا في الجنه انتوا هتشتموني الكلام ده كله، ولكن يعني ربنا بيرزقنا بالجمال حرفيا. فالمدينه دي جميله جدا، كل ما بتتحرك حته في السين بتشوف جمال اكتر من اللي قبله. ده في كل ما اتحرك، يعني كل مدينه اجمل من اللي قبلها. من الحاجات الحلوه اللي اول مره اقولها لكم اهي، ان انا المفروض كنت رايح اركب مركب. المركب دي كانت ب 20 ار ام بي زياده، تمام، وفي مسافه ثانيه مشي، يعني في المسافه دي مشي، في اللي ورايا دي كانت مركب. فانا رحت هناك قلت لهم انا اشتريت تيكت. هو مش التيكت ده المفروض شامل كل حاجه؟ قالت لي لا في حاجات مش شامله، دي ب 20 يوان. قال له حبيب قلبي عامل ايه؟ قمري جوده جود. شكله تحفه الحمد لله. قلت هاخد القرار ده. المفروض هناخد مركب، هي شكل المايه ملوثه اصلا، يعني دي بكتيريا عامه. اللون ده بكتيريا، اللون ده مش طبيعي. ما دام انت مش شايف الصخور فاللون ده مش حاجه لذيذه. فكرني مراكب تايلاند. هنا بالظبط اكنكم راكبين مركب نيليه عادي في مصر. بصراحه يعني ما شاء الله ما شاء الله على دي بلد عندهم كل حاجه حرفيا. كانت تجربه لذيذه، يعني انا مش هقول برضو وحشه، ولكن اللي جرب تايلاند فبالنسبه لها تبقى مش احسن حاجه، بس هي بتنقلك لحته حلوه جدا ممكن تتصور بيها هنا صور رايقه جدا. يعني انا اتصورت دلوقتي صور رايقه جدا. الدبان شكله غريب قوي. المفروض احنا ننزل نتمشى هنا في الطبيعه لغايه البوابات وخلاص كده احنا خلصنا اليوم بتاعنا. فهنتمشى مع بعض. ده ايه ده؟ ايه اللي طاير ده؟ يا رب تكون فراشه اللي شكلها غريب، بس دي مش تيرة فراشه، دي تيرة خفاش. منظر الشلال حلو قوي. بصراحه حتى الان انا جيت سين قبل كده، ولكن المره دي حرفيا انا مستمتع جدا جدا جدا، مستمتع جدا جدا
بكل المناظر دي. حابب بس اقول ان الجمال ده حرفيا كان هيروح عليا لو كنت ركبت الاسانسير. في نهايه الفيديو يعني اليوم كان لطيف جدا، انا شخصيا عجبني بصراحه، كانت من اجمل المدن لغايه دلوقتي انا زرتها، وان شاء الله هنصور فيه حاجات تانية. والاهم من كل ده لو الفيديو عجبك او المحتوى عجبك ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب كومنت. والاهم من كل ده لو في حاجه في المحتوى مش عاجباك عادي قول في الكومنت باحترام جدا. والاهم من كل ده لو النقطه عندي غلط فانا هصلحها عشان تستفيدوا اكتر واكتر. كان معاكم كيرو، سلام.